يحيى عطية الله صفقة الأهلي الجديدة وبديل علي معلول. تعالوا أعرض لكم إمكانيات يحيى وكل حاجة عن اللاعب المغربي صاحب ال29 عام. يحيى باك شمال هجومي مميز جدا في العرضيات والمساهمات التهديفية سواء صناعة أو تسجيل، وده مع الوداد ومع فريق الروسي الحالي وكله بالأرقام. يحيى في آخر 3 مباريات مع فريق الروسي صنع 3 أهداف وأرقامه مميزة جدا في دقة التمريرات الصحيحة والعرضيات. في المباراة قبل الأخيرة ليحيى بتاريخ 18/5 لعب 68 دقيقة بس، عمل 4 عرضيات 3 منهم وصلوا للمهاجم بشكل صحيح، وعمل 24 تمريرة صحيحة من أصل 29، صنع 4 فرص محققة للتهديف. هل دي أرقام صدفة مثلا؟ لا، تعالوا نشوف أرقامه في الماتش اللي قبله. بتاريخ 12/5 لعب برضه 68 دقيقة بس، ولكن صنع هدفين وعمل عرضيتين صح بنسبة 100%، الاتنين وصلوا للمهاجم. عمل 28 تمريرة صحيحة من أصل 36، تقييم 8.5 في الماتش ده، وكان من أعلى اللعيبة تقييما في الفريق الروسي. عنده رجل شمال حساسة جدا، بينفذ فاولات بطريقة هايلة جدا. يحيى عطية الله صفقة مميزة ومهمة للنادي الأهلي. يلا ننتقل بقى للشق الدفاعي بسرعة مع بعض. غير انه لعيب ذو خبرات كبيره سواء مع الوداد او حتى مع منتخب المغرب المدجج بالنجوم. بالنسبه للشق الدفاعي ليحيى اقل من الهجومي، ولكنه مش سيء، لعيب مهاري بساطته كويسه وبيقدر يدافع بشكل متوازن، لكنه هجومي اكتر ولذلك بيحتاج دايما حد يغطي معاه الجبهه بتاعته. تعالوا اقول لكم ارقامه الدفاعيه في نفس الماتشين دول في الدوري الروسي. المباراه الاولى لم يرتكب اي اخطاء، حط تحت دي خطوط كتير عشان هنرجع لها تاني. محدش عرف يرقصه في الماتش ده خالص، 0 مراوغات، شتت الكورة مرتين، عمل تدخل صحيح واستعاد الكورة مرتين، ولكنه فقد الاستحواذ على الكورة في الثلث الأخير من الملعب 11 مرة، وده رقم كبير جدا. الماتش التاني لم يرتكب أي أخطاء برضه، تمت مراوغته مرة واحدة بس، استعاد الكورة 7 مرات وفقد الاستحواذ عليها 10 مرات، وبرضه رقم كبير جدا. نستنتج من الأرقام دي إنه لعيب مش بيعمل أخطاء كتير ضد الخصم، بس ممكن يفقد الكورة بسبب ثقته في نفسه وإمكانياته وميوله الهجومية. ولكن من النقاط السلبية إنه مش بيشارك بشكل أساسي مع فريقه الروسي، لعب 10 ماتشات 5 بس أساسي وكان بيتبدل فيهم، ورغم كده صنع 3 أهداف وسجل هدف. ولكن في نقطة لازم نذكرها، إنه لعيب قوي بدنيا في الدفاع برضه، فلازم ياخد حقه في الحته دي. لعيب هيقدر يفيدك لمده السنتين 3 اللي جايين في مركز انت في امس الحاجه ليه، خبرات كبيره في افريقيا، هيتقل السكواد بتاعك بشكل مرعب، وهيقدر كريم الدبيس كمان يكتسب منه خبرات. صفقه مربوحه للاهلي من وجهه نظري. دي كانت كل حاجة عن يحيى عطية الله. قول لي انت كمان، هيبقى صفقة مميزة ولا هيبقى صفقة اي كلام؟ وهل فعلا الاهلي لازم يخلص فيه في اسرع وقت، ولا ممكن يلجأ للباك الشمال الناشئ كريم الدبيس، او يلجأ لباك شمال من الدوري المصري؟ قول لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل فولو للفيديو وتعمل شير للفيديو، وبس كده. سلام.